اول ما جينا قابلنا واحده مغربيه اسمها يامنه، واحده كبيره بس ان الله يطول عمرها ويحفظها، جايه هنا من 20 سنه. فاول يوم وصلنا والله يا جماعه ما تتخيلون، يعني شلون اوصف لكم المنظر. نزلت، اول ما نزلت بفطر واحده تصيح ايش فيك عسى تقول يعني ماني مصدقه، انا شفت اخوان لي ماني مصدقه في هذا البلد اني فندقنا هذا اللي احنا فيه يسكن عندنا ناس. اليوم الثاني بالفطور احنا اخذنا فطورنا معنا ومشينا بوكسات كذا. اليوم الثالث بنفطر بالفندق. قمت انا بعد وقت الافطار بساعه، فلما جيت قلت للموظف الفطور متى ينتهي؟ انا قمت 11 او نزلت 11. قال لا الفطور منتهي من ساعه. سمعت الصوت، طلعت من المطبخ ركض، قالت لا ما انتهى، فطورك موجود، فطورك فطور ثواب. قلت ثواب ما بعد صح، قالت بعطيك اياه وحطه عنده بالغرفه. ما شاء الله استهلت مطر، اللهم صيبا نافعا. المهم قعدت اسولف انا وياها، لها 20 سنه، لها قصه طويله جدا، فشل في الزواج ومشاكل وكان يخانقها ويضربها والى اخره، وطلعت وهربت وكل شيء دارت بها الدنيا حتى وصلت الى فرنش غويانا، غينيا الفرنسيه في امريكا الجنوبيه. سبحان الله يا رب. بدي اوريكم المنظر كيف شلون تصب وراي صب، ما شاء الله تبارك الله. اسال الله ان يرزقنا وياكم مثل ما رزق هالبلاد بالامطار، يوميا مطر يوميا. المهم السيده هذه قاعد تسولف انا وياها وقالت لي قصتها، وان امها العام الماضي توفت، وانه في اليوم اللي بتسافر فيه ترجع، هي تشتغل هنا تاخذ اجازه تروح تسلم على امها وترجع. تقول واليوم اللي انا طالع المطار توفت في ذاك اليوم، فاضطريت اني الغي رحلتي وارجع واقعد 20. امنيته تقول اني ازور مكه المكرمه، ودي اشوف مكه قبل ما ياخذ الله امانته. تقول امي كانت تدعي لي، تقول الله يرزقك زياره مكه من كثر ما انا اتمناها، وانا عامله في فندق ما يمديني حتى اجمع قيمه اني اسافر. تقول المبلغ اللي معي يلا اصرف فيه هنا الديره غاليه ورواتب ضعيفه. فاليوم جلسنا معها والحمد لله يعني تحقق باذن الله، ستتحقق الامنيه وتتحقق قريب باذن الله. فادعوا لها وان شاء الله باذن الله ستكون من الدعاء. هذه والدتها الله يغفر لها ويرحمها. حجت الوالده؟ لا ما راحت مكه ابدا. اختي بعثت واحد حقت مكانها، لكن هي ما زارت مكه. ما زارتها، كان نفسها بس كانوا عندها اولاد يتامى ما قدرت تروح. يا الله، الله يغفر لها ويرحمها. في شيء، لكن ان شاء الله في شيء لازم تفهم. ايه تعليقات الناس في جوجل على الفندق إيه؟ اكثر ثناء عليها هي. ما شاء الله. شوف تقرا يمينه. ايه يمينه، ما شاء الله عليك يا يمينه. ما شاء الله عليك. الوحيده اللي هنا بيكتبوا عليها والله. يستاهلين والله. بقى لو فتحت قلبي تشوف فرحتي. ما شفناها من اول يوم. والله العظيم. الله يكرمك. يوم ما قالوا لي ان في عرب هنا جيت بدري فرحت الله. والله انه في الحقيقه لازم اجي الساعه 6، جيت 5 ونص عشان احضر لكم الفطار، وكنت مبسوطه والله العظيم. انت والله كانك واحده من عائلتنا، وانا حسيت انكم اخواتي والله العظيم. اني فرحت لما شفت العرب زيي، فرحت ان البلد دي بعيده مش قريبه. بنتغرب عشان اكل العيش مش سهل. صحيح، لكن بس الحمد لله احنا بالفعل اخوان واهل والله. هذه الحجه امينه. اي هذا تدري انت ايش قلت؟ إيه؟ قلت الحجه امينه. ان جيت على الجرح امنيته. إيه؟ امنيته امنيه. إيه؟ اما حجه وعمره تقول ودي اشوف. الله يكون في دموع عونك. الفرح. فان شاء الله في شهر 8 نفسه اليوم ميلادي اوغست، إيه؟ يمديها تطلع لمكه وترجع ان شاء الله. اليوم اللي حرقة فيه هنا، إيه؟ اليوم ده ماتت فيه وانا اللي غسلتها، واضطريت اقعد 20 يوم ده انا اللي غسلتها وانا اللي الله يغفر له ويرحمه ويحسن عزاك ويعظم اجرك. عشان كده قلت ما دمت انا شفت امي وغسلتها وعندي الرضا، لازم في يوم من الايام اشوف بيت ربنا، نشوف الطريق المستقيم، ربنا ما يحرمنا من حاجه والله العظيم. سبحان الله العظيم، عشان الخبيئة هذه واللي انت عملتيها لأمك، احنا جينا فرنش غيانا
على القوارب. دخلنا البلد هذا سبحان الله. بالقوارب، ها، طريق عابرين النهر على داخلين على قارب خشبي. سبحان البلد ما له رحلات طيران. سبحان الله، كاتب الله ان نجيك من سورينام ونقطع النهر ونجي نسكن في فندق هنا ما حد يعرفه، صح. عشان نقابل. ما هو موجود في مواقع الحجز، علشان الصباح نقابل حج أمينة مسؤولة المطعم هنا في الفندق، ويتكفلون فيها متابعينا بعمره. هذا اللي انت قدمتيه مع الله سبحانه وتعالى. كشف لهم من شلون سبحان الله.